نظم اتحاد المثقفين في مقاطعة الجزيرة حفل توقيع مجموعتين شعريتين بعنوان وشهيد باللغة الكردية ووداع الناسك الأخير باللغة العربية في مدينة قامشلو. كاميرا روجافا واكبت حفل التوقيع، والتقت الكاتب والإعلامي عبد الرحمن محمد، حيث قال إن مضمون كتابه يسرد قصائد وجدانية عاطفية وطنية. من جانبها أوضحت عضوة اتحاد مثقفي الجزيرة حسينة أحمد بأن كتابها يتحدث عن ثورة روجافا والشهداء الذين سطروها بدمائهم المقدسة. طبعا هذا الكتاب مضمونه قصائد وجدانية عاطفية وطنية، قصائد تحمل الكثير من آلام ومعاناة المجتمع، فيها العديد من النصوص عن الهجرة، عن الشهداء، عن التعلق بالوطن، عن الأم، عن الحب، عن الكثير من تفاصيل الحياة اليومية، عن تفاصيل مجتمعنا، عن بعض القصائد الوجدانية التي هي نتاج الحياة اليومية في هذا المجتمع. يتحدث مضمون كتابي عن ثورة روجافا كردستان والشهداء الذين ضحوا لأجل روجافا وفدوها بدمائهم الطاهرة. وأنا حاولت عبر كتابي وشهيد أن أوثق شيئا من هذه الثورة العظيمة وشهدائها الذين دفعوا حياتهم في سبيل هذا الشعب والأرض وترابه وكرامته وقدسيته.